الأهلي بيكسب بالحكام. كلام بسمعه من أول ما دخلت نادي الزمالك وأنا عندي 14 سنة. الأهلاوي مش هيسيبنا. حمادة عبد اللطيف بيفضح نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم الأهلي وطن سبورت. الأهلاوي مش هيسيبنا. حضرتك لو دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الإشعار بكل فيديو جديد ننشره أول بأول. ومن فضلك وليس فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا. الأهلاوي مش هيسيبنا. نبدأ الفيديو. نخش في الموضوع على طول. الأهلاوي مش هيسيبنا. حمادة عبد اللطيف يطلق قنبلة تدمر النادي الزمالك. حمادة عبد اللطيف الحاوي أحرف من لمس الكرة المصرية. حمادة عبد اللطيف بيفضح نادي الزمالك. ولما قلنا الكلام ده على هاني العجيزي قال لك عشان هاني العجيزي راح النادي الأهلي. لا، انت النهارده هتسمع الزملكاوي بيقول ايه وازاي هو اتربى في الزمالك. يلا بينا نسمع وارجعوا لي. يلا بينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. موضوع النهارده موضوع مهم، موضوع عن النادي الأهلي. الأهلي بيكسب بالحكام. كلام بسمعه من أول ما دخلت نادي الزمالك وأنا عندي 14 سنة، يعني أكتر من 46 47 سنة. أول ما دخلت كان عندي 15 سنة. دخلت قطاع الناشئين بنلعب تحت 15 سنة. كان المدرب بتاعنا مش هقول اسمه طبعا وبعض المسؤولين احنا رايحين على الماتش، خلي بالكوا من الحكام هتجامل النادي الأهلي، الحكام هتكسب الأهلي. احنا عندنا 15 سنة. رحنا الماتش كان في النادي الأهلي، كان زمان الماتش هنا وماتش هناك. الماتشات دي كانت 10 الصبح. لعبنا الماتش وكنا كويسين والأهلي كان كويس. احنا كنا موفقين قوي، كسبنا في النادي الأهلي واحنا عندنا 15 سنة. والحكم كان متميز جدا وما حسيتش بأي نوع من أنواع الظلم لنادي الزمالك. بعد كده الموضوع بقى يتكرر في ماتشات كتير، يعني لما نبقى وحشين ونخسر يقول لك اصل الحكم جامل النادي الاهلي. طب ما انت كسبت قبل كده، مش معنى يعني ما قالوش جاملك ليه؟ فالموضوع اصبح متكرر وسخيف. النادي الاهلي 45 بطولة دوري عام منذ انشائه من سنة 1907. 45 بطولة دوري عام. برضو أصل الأهلي بيكسب بالحكام. طب هتكسب بالحكام 45 بطولة دوري عام؟ طب يعني الأهلي دول يعني ما بيلعبوش خالص، ما عندهمش نجوم، ما عندهمش لعيبة مميزة جت في تاريخ مصر. كلام صراحة سخيف، كلام ما بيعجبنيش. النادي الأهلي 39 بطولة كاس مصر. الناس بقى اللي هي المغيبة أو اللي هي مش عايزة تعترف بالواقع أو بالحقيقة، أصله برضه كان النادي الأهلي بيكسب بالحكام. 39 بطولة دوري كاس مصر بالحكام. طب ما الزمالك 29 بطولة قريب من الأهلي، اشمعنى مثلا ما نقولش الزمالك برضه 29 بطولة دول بالحكام؟ فكلام يعني كلام ما بيعجبنيش. أنا دايما بحب الكلام الموزون، بتكلم دايما من عقلي مش من عاطفتي أو من قلبي أو من انتمائي للنادي بتاعي. نخش النادي الأهلي 12 دوري أبطال أفريقيا، برضه أصل الأهلي بيكسب بالحكام. كلام يا جماعة كلام سخيف جدا، كلام لا يعقل. ممكن تتجامل مرة تتجامل مرتين، سواء الأهلي أو الزمالك لما لهم من شعبية طاغية هيتجامل، بس ممكن هيتجامل في ماتش حكم مثلا عنده عاطفة شوية، أخطأ، عمل قرار خطأ هنا ولا هنا. لكن هتتجامل في 45 دوري عام، هتتجامل في 39 بطولة كاس مصر، هتتجامل في 12 بطولة دوري أبطال أفريقيا. اللي أنا كنادي الزمالك وأنا حزين إن من 2002 2003
نادي الزمالك ما خدش بطولة افريقيا. عارف يعني قد ايه؟ من 23 سنة. انت متخيل 23 سنة ده ايه؟ يعني شاب وشابة اتجوزوا وخلفوا، والولد ربنا كرمه ودخل الابتدائية وخلص الابتدائية دخل الإعدادية وخلص الإعدادية دخل ثانوية، خلص الثانوية العامة دخل جامعة واتخرج. هم دول ال 23 سنة اللي بنتكلم فيهم. النادي الأهلي 12 سوبر مصري. أصل برضك الأهلي بيكسب بالحكام. يا جماعة يا جماعة زهقنا يا جماعة. أنا زملكاوي وزملكاوي، بس زملكاوي بتكلم الحقيقة، بتكلم الحق، ما بخافش غير من اللي خلقني، مبقولش غير الحقيقة. موضوع المظلومية اللي احنا بنعيش فيها بعض المسؤولين في نادي الزمالك وبعض الجماهير، في جماهير نادي الزمالك عارفة كويس ان الزمالك لما بيبقى كويس هيكسب، لما الزمالك وحش بيخسر. انا ما احبش موضوع الكلام في المظلومية. اصل احنا بنتظلم. بتتظلم ليه؟ ما انت لما بتكون كويس بتكسب. ما انت بتاخد دوري بتكون كويس بتكسبه. كنت بتاخد افريقيا من الثمانينات لغايه 2002 2003، خدت 5 بطولات. حد ظلمك؟ حد ضايقك؟ حد قال لك لو النبي انت مش هتاخد البطوله دي؟ فدايما عايزين الكلام نخاطب الناس العقلاء، وكل طبعا اللي بيتفرجوا على كره القدم ناس عاقله. في بعض الناس كده بتحاول بتغير الحقيقه، بتقول اي كلام وخلاص عشان انا راجل مش ناجح، راجل مش قادر اكسب، راجل مش قادر اخد بطولات، فابسط كلمه الاهلي بيكسب بالحكام. يا جماعه يا جماعه عايزين كلام عقل، كلام موزون. لازم الناس اللي بتقول الكلام ده تبحث زي ما انا بحثت زمان كده في الموضوع ده من وانا عندي 15 سنه والله العظيم، ودخلت نادي الزمالك لقيت الكلام متكرر متكرر. ايه الكلام ده؟ رحت الاسطوره بتاعت نادي الزمالك. كنا في ماتش خسرناه في الناشئين تحت 17 سنه واحنا كنا وحشين جدا، واللعيبه بعد الماتش الحكم والمدرب اللي معانا الحكم ومش عارف ايه وبتاع. رحت للكابتن حسن حلمي زموره الرمز الاسطوره الذي لن يتكرر في تاريخ كره القدم المصريه، وكان بيحبني جدا وكان بيجي لي الماتشات وانا عندي 15 سنه عشان يتفرج عليا. قلت له يا كابتن حلمي حصل كذا وكذا وكذا. قال لي انا كنت حاضر الماتش، اللي الماتش ده كان في النادي عندنا، وانا خصمت من المدرب على اساس هو قال ان اللعيبه اتظلمت. انت بتديهم سبب ليه؟ اللعيبه كانت وحشه. قال لي انا خصمت من المدرب فلوس، ولو اتكرر الموضوع ده تاني همشيه. دي الناس اللي بتفهم. الله يرحمه الرمز محمد حسن حلمي الاسطوره. فيا جماعه النادي الاهلي هو رقم 1 محليا عربيا افريقيا. ساعات بيقع عادي، اي فرقه في الدنيا بتقع. الاهلي لو بيكسب بالحكام معلش يعني، بس السنه دي تعالى واحده واحده كده معايا للاخر. السنه دي زي النادي الاهلي اول تعادل ليه مع مودرن سبورت، هو الحكم ما كسبش النادي الاهلي ليه؟ حد يقول لي؟ ولا دي وحشه؟ جه بعد كده النادي الاهلي خسر من بيراميدز. الله فين الحكام؟ طب المفروض بقى الاهلي ما يخسرش من بيراميدز، لازم يكسبوا النادي الاهلي، مش كده ولا ايه؟ جه بعد كده تعادل مع المحله، برضه اصل الاهلي بيكسب بالحكام. طب ما متعادل مع المحله في المحله الحكام ما كسبوهوش ليه؟ جه بعد كده تعادل مع انبي، نفس الكلام ونفس الاقوال المتكرره. اصل الاهلي نادي الدوله، اصل الاهلي بيكسب بالحكام. يا جماعه كل انديه مصر تابعه للدوله المصريه، خلينا نتكلم بصراحه. طب الاهلي ماتشنا معاهم اللي فات هو الحكم جامل النادي الاهلي؟ عمل حاجه للنادي الاهلي؟ عمل حاجه ضد نادي الزمالك؟ الاهلي كان كويس كسب، زي ما الزمالك بيكون كويس بيكسب. لكن انت عايز تلغي تاريخ بطولات ونجوم كبيره جدا ورؤساء انديه ومجالس ادارات من 1907 لغايه وقتنا هذا 2025 بكلمه عشان انت بليد ان الاهلي بيكسب بالحكام، عشان انت مش عارف تكسب. اصل الاهلي بيكسب بالحكام. عشان انت مش عارف تاخد بطولات. اصل الاهلي بيكسب بالحكام. الكلام ده مهم جدا يا جماعه. اتمنى في نجوم كتير بتنتمي لنادي الزمالك برضه بتمشي ورا هذا الموضوع كتير جدا، وابسط كلمه يقولها اصل الحكم جاملهم. يا اخي تعالى ندور على اخطائنا، يا اخي تعالى نصلح من شأننا احنا كنادي الزمالك. احنا نشوف نعمل ايه، ازاي نساعد نادينا، ازاي نغير المفهوم الفكري
الفاسد الخاطئ اللي هو الاهلي بيكسب بالحكام. هو انا عشان مش عارف اكسب واخد بطولات ارمي بلايا على النادي الاهلي؟ اصل الاهلي الحكام بيتجاملوا بقى خلاص. 45 دوري عام الاهلي، لا الاهلي بيكسب ايه بالحكام؟ طب 12 دوري افريقيا يا عم حكام برضك يا عم حماده، في ايه؟ طب دوري الابطال، طب كاس مصر، طب مش عارف بطوله عربيه، طب اشتراكه في كاس العالم. انا بقول الكلام ده والله عشان انا بحب نادي الزمالك جدا واحترم النادي الاهلي طبعا جدا. عايزين نغير النظره دي. احنا اقرب المنافسين للنادي الاهلي. زمان احنا كنا المسافه كانت قريبه شويه في الثمانينات، ما كانش فرق البطولات كتير قوي، كان ممكن تلاقي مثلا 8 دوري فرق 7 دوري بس. افريقيا احنا كنا متفوقين شويه لغايه 2002. لكن دلوقتي النادي الاهلي 45 دوري وانت 14 دوري، مسافه بعيده، المسافه بعيده قوي. هحاول مش هقرب، عايز اكسب، عايز افرح جماهيري، لكن مش كل شويه الاهلي بيكسب بالحكام، الاهلي بيكسب بالحكام. يا جماعه استقيموا ويرحمكم الله. ده كلام والله مش بقوله عشان خاطر النادي الاهلي. النادي الاهلي معروف طبعا في الدنيا كلها، يعني مش انا اللي هدافع عنه، لكن انا بتكلم الكلام ده عشان خاطر بعض الناس اللي في نادي الزمالك اللي ما لهمش سيره من سنه 1978، من ساعه ما انا دخلت نادي الزمالك وانا بسمع هذا الكلام وبقعد بيني وبين نفسي كده اضحك. ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ اشكركم واتمنى ما يكونش حد زعل مني. ممكن الناس الزملكاويه تزعل مني، بس هتزعل مني يبقى انت مش عايزني اقول الحقيقه، وانا طول عمري بقول الحقيقه ومش هقول غير الحقيقه. واشكركم وكل التوفيق لكل الانديه المصريه والتوفيق. الأهلاوي مش هيسيبنا. تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واخيرا اشكر حضراتكم على طيب صحبتكم وحسن استماعكم، وارجو من حضراتكم اللي ما اشتركش بالقناه يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا اشعار جديد بكل فيديو ننشره اول باول. ومن فضلك وليس امرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل معانا لكل المشتركين. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأهلاوي